النهارده تالت يوم على التوالي بعد ما حطينا الحلقه زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو الحديده. يعني هندخل نشوف النتيجه ايه. بس امبارح كانوا زي ما هما الخمس بيضات. اول امبارح كانوا بالليل زي ما هما الخمس بيضات. امبارح بقى كانوا ايه يعني، كانوا نقصوا واحده كده، فبرضه ما كانش عاجبني الوضع، فقلت استنى اصبر عليهم كمان النهارده. تعالوا بينا ندخل النهارده ونشوف التجربه اللي احنا عملناها مع بعض نفعت ولا ما نفعتش. تعالى يا عمر بقى نشوف هنا كده. تعالى من هنا يا عمر، لف من هنا. شوفها بقى كده راقدة على ايه، وربنا يستر. بسم الله. ادي الحلقة اهي في مناخيرها زي ما هي، شايفين اهي. بسم الله. ولا بيضة زي ما انتم شايفين، ولا بيضة ولا بيضة راقدة ولا بيضة كده. يبقى معنى كده ان التجربة اللي احنا عملناها دي باءت بالفشل، او ممكن تتعمل بقى في البطن التانية لما تيجي تبيض تاني. بصوا يبقى احنا كده المفروض بقى هنحط ايه، هنحط بروتين. هما كده عندهم نقص بروتين، هنشتغل مع الاكل على بروتين اللي هو هنحط علف، هنزود علف. الاكل اللي احنا بنحطه ده هنزود عليه علف كتير. ليه بقى؟ عشان نعوض كل النوت. شايفين كل النوتش اللي بتاكل ديت؟ طبعا اللي ورا دول دكوره. في عندي كذا نتايه، ودي نتايه اهي، ودي نتايه ورا اهي. دول كل ده على وش بيض، ودي نتايه بتبيض برضو. يبقى كل ده كده محتاج ان انا ازود لهم املاح وفيتامينات ومعادن في الميه، وازود بروتين اللي هو العلف اللي هو 21% اللي هو علف تسمين، علشان يعوضهم بقى اي نقص بروتين، علشان لما يجوا يبيضوا تاني ما يعملوش اللي هم عملوه ده. فكده اللي احنا عملناه دوت ما نفعش، فانا ما انصحكمش ان انتوا تعملوه. وبرده هجرب معاكم. هما لسه في مناخيرهم السلك اللي انا حطاه. هجرب معاكم البطن التانية ديت. بس انا بقى بفكر فكرة وبصراحة طرحت في دماغي بقالي يومين، لان انا خسرت بيض كتير قوي الفترة اللي فاتت دي. بفكر اعمل فقاسة. انا كنت عملتها قبل كده معاكم على القناة. معلش هو بيغلوش علينا. كنت عملتها قبل كده في القناه هناك بكرتونه. بس انا مش عايزه اعمل ام كرتونه ديت عشان احنا مش في الصيف، احنا دلوقتي في شتاء يعني لو النور قطع الكرتونه مش هتنفع. فلازم اجيب مولد، لازم اجيب مولد مع الفقاسه. فربنا ييسر كده، اشوف كده حد من اصدقائي اللي معايا على اليوتيوب، واشوف فقاسه حلوه كده ونتعامل مع بعض. وباذن الله باذن الله دوت هيبقى احسن انتاج هيطلع من بط وفراخ واي انواع بقى هتطلع معانا. يعني مش هنبقى محتاجين ان احنا نستنى البطايه ترقد او الكلام ده، لا هنشغل البط ان هو يبيض بس. طبعا عايزين نهجن، عايزين نعمل اي حاجه، فبسم الله ما شاء الله يعني هيطلع لنا سلاله. هاتي يا كوكا كده، عاجبك صغنن؟ بالصلاه على النبي، صلاه النبي احسن. بالصلاه على النبي، اللهم صل على النبي. اذكروا الله يا ولاد، اذكروا الله. احنا دلوقتي بنعمل تنظيف اهو زي ما انتم شايفين. خرجنا كل الطيور بره. واهم حاجه في التنظيف يا جماعه الجير المطفي ده. الجير المطفي دوت يعني ما شاء الله عليه، بكتيريا بقى، ميكروبات، حشرات، اي امراض، كل ده بيموتها. يعني ما بيخليش في العش اي حاجه، لازم تطهروا بيه. هو بيبقى كده عامل زي الجبس كده، هيكون عامل زي الجبس اهو. طبعا احنا بنرشه كده مع التنظيف.
وممكن ان انتوا تحطوه على ميه وتنضفوا بيه، ترشوا بيه يعني بصوا كده العشش بتاعت الحمام اهي، هي لسه جديده بس احنا برضو بدرناها بالجير، يعني حبينا ان احنا نبدرها من جوه اهو زي ما انتوا شايفين، نوع من انواع التطهير يعني. بصوا ديت الاكلات، ودي السقايات اللي احنا جبناها من الفخار، من بتاع الفخار اللي انا عملت لكم عليه فيديو. بس احنا عمالين ننضف اهو، نضفنا هنا، خرجناهم يتهووا بره اهو زي ما انتوا شايفين، وحطينا لهم الاكل هنا، وقلنا ايه ياخدوا هوا كده شويه لحد ما نظبط العشه بتاعتهم، لان العشه عمر نكتها، يعني نكتها دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده. الله ينور يا معلم عمر. ودي عشه تانية اهي جوه اهي، برضو بدرناها جير، وانا بقى قفلت فوق زي ما انتوا شايفين، التعريشه دي قفلتها كويس عشان دخلت الشتاء، وحطيت مشمع فما بقتش العشه منوره زي الاول يعني. وهنا انا نقلت البطايه اللي راقده، نقلتها هنا بحيث ان هي تبقى بعيده عن اخواتها خالص، عشان بقيه البط ما يضايقهاش ويقومها من على البيض لحد ما اشوف. بسم الله ما شاء الله هي راقده اهي، هنور لكم عشان تشوفوها اهي. بسم الله ما شاء الله اهي. وانا حطيت لها بيض فراخ بحيث ان هم يفقسوا كلهم مع بعض، البط والفراخ. والحمد لله انا جربت الحلقه، الحمد لله الحمد لله، يعني لحد دلوقتي الحلقه اللي انا كنت حاطاها في ودانها جايبه نتيجه الحمد لله يعني. ندخل بقى عند الحمام. كنت عملت لكم فيديو البط وهو بياكل البيض بتاعه، وحطينا له حلقه كده، يعني مش حلقه، حته حديده كده، وتنيناها في مناخيرها، يعني في مناخير كل بطايه بحيث ان هي ما تاكلش البيض بتاعها. وشفنا النتيجه، جابت نتيجه مع واحده والتانيه لا، فيمكن التانيه عشان كانت راقده يعني ساعتها، فربنا ييسر ادينا بنجرب مع بعض. هنا الحمام اهو كل ده هفضيه واقفل عليها، يعني هحبس كل جوز في عين، كل جوز في عين، بحيث ان انا هطهر الاوضه كلها برضو لان داخل علينا شتاء، وهظبط التعريشه بتاعتهم وهحط مشمع، وابتدي بقى احط فيتامينات واملاح واظبط الدنيا. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. طبعا هي اصلا الحمام قل جدا عندي، فضي تقريبا يعني. في عندي كام جوز هنا في الارض كده تعبانين زي ما انتم شايفين، دماغه بتلف كده اهو شايفين، ده هضطر ان انا اعزله حالا عشان ما يعديش الباقي. بصوا المنظر. طبعا دوت انا هبتدي اتعالج معاه، اتعامل معاه بحقن. بصوا عامل ازاي، فهعالجه بحقن وهقول لكم برده جابت نتيجه ولا لا.